لو جه بنت حضرتك شاب متدين وكويس اخلاقيا وكل حاجه، بس ماديا على قد يعني كويس، ده انا اشيله جوه عينيا لو هو يخاف ربنا. طالما هيخاف على بنتي وبيخاف ربنا اهم حاجه، هشيله جوه عينيا ويعلم ربنا. مش ماديات العمليه، مش الحياه ماديات. والله انا كان عندي بنت وحيده واتخطبت طبعا، وشاب طبعا كويس وعلى اخلاق ومدرس طبعا وكويس والحمد لله. ولو جه بردك يعني لو كان جالها بردك شاب متدين وحالته الماديه على قده بردك، الواحد اهم حاجه الدين، اهم حاجه يكون متدين وعلى خلق يعني. اوافق. ايه المشكله ان انا اوافق على حاجه زي كده؟ ان هو هيكون انسان هيتقي ربنا فيها، وانسان متدين، وانسان اللي هو يعني عارف يعني اخلاق الدين وكده، غير ان انا ممكن ادي الانسان ان هو يكون ايه ماديا مبسوط، بس اللي عنده يعني لا فيه اخلاق ولا فيه دين، وفي نفس الوقت مش هتعيش مرتاح. الرسول عليه الصلاه والسلام قال تخيروا لنطفكم، ماشي، وقال وصى ان الراجل يختار لبنته الراجل اللي هو على دين، اللي عنده دين، لان عنده دين يبقى هيحفظها، هيحافظ عليها، هيصونها. اما اللي ما عندوش دين ولا هيحفظها ولا هيصونها ولا هيحافظ عليها. اوافق طبعا، اوافق ايوه، بس يتقي ربنا فيها. لو لقيته ابن ناس وكويس ومحترم واهله ناس كويسين هوافق بيه، بس كده. اهم حاجه ان هو يبقى ابن ناس ومحترم ويتقي ربنا فيها بس، لان الشباب دلوقتي ما عندهمش حاجه يعني. الشباب كلها غلابه، ربنا معاهم يعني بصراحه، يعني ربنا يديلهم الحياه. اكيد طبعا اوافق يا سيدي. الغني هو الله يعني، كلنا على قد حالنا. المادة مش كل شيء قد ما احافظ على بنتي. المادة بتروح وتيجي ملهاش أي قيمة. ياما ناس معاها فلوس وملهاش لازمة. بس وأهم حاجة تكون ابن ناس، مش شرط الفلوس، مش شرط اللي هو معاه، المهم هو يقدر يعيشها على مستوانا المتوسط أو أقل من المتوسط، بس أهم حاجة تكون بنت مستريحة. لكن ايه الفايده واحد معاه فلوس ويبص لدي ويبص لدي ويبص لدي، يبقى انا بوظت الدنيا، مش رميت بنت بمعنى اصح. اوافق، بس في برضه حاجات بدايات الاول يعني انت دلوقتي لو على قد حاله يعني ماهوش حاجه خالص يبقى مش هوافق، لان هو بيقول لك من استطاع منكم الباء فليتزوج، فلازم يكون عنده بعض الامكانيات، يعني شقه امكانياته ضعيفه مش مشكله نتحملها مع بعض، الوظيفه بتاعته تسمح ان هو يبقى في تقدم ليها، لكن ما واحد مثلا ما لسه مش لاقي شغل وتقول لي اجوزه بنتك، لا طبعا. اكيد طبعا، طالما هو محترم وهيقدر يحافظ على البنت يعني وكده فيا ريت. فاهم حاجه عنده يكون مؤدب ومحترم ويكون بيصلي، اهم حاجه برضه، ويكون عارف ربنا. اوافق عشان تستتر يعني، بدل ما تتصرمح في الشوارع بس.